السلام عليكم واهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي او بيتنا التاني، وده فيديو جديد. لو اول مره حضرتك بتشوفي القناه بيسعدني جدا وجود حضراتكم معايا. يلا ندخل في الفيديو على طول. النهارده موضوع الفيديو حلو وظريف جدا هيعجبكم. تعالوا بس نطلع من التفريزات اللي عندنا البسله بالجزر والذره، كنت مفرزاها مع حضراتكم. وزي ما انتم شايفين هتشوفوا البسله ازاي هتبقى خضراء وجميله ومفيش فيها اي مشاكل، ودي طريقه التفريز المعتمده عندي. ولو حد جديد معايا في القناه، انا عدتها كتير قوي. بنجيب الخضار، بنغسله بننشفه كويس جدا، بنشوحه في معلقه من السمنه او الزبده او الزيت، ونحط عليه ورقه لورا. حابين نحط عليه مرقه فوريه من اللي احنا عاملينها مفيش مشاكل خالص. وبنقلبه تقليبه كده لغايه ما لونه كده يتغير، وبعدين بنبرده ونعبيه في اكياس. طيب دلوقتي احنا هنا الذره نفس الكلام مفرزاه انا في الفريزر. بجيب الذره العادي اللي احنا بنشتريه عادي ده، وابتدي اخده سلقه على النار في كوبايه من اللبن، ومعاها شويه من اللبن يعني، ومعلقه من السكر ومعلقه من الكركم، فبيتحول للون الاصفر. كمان الفلفل الالوان هستخدمه في وصفتين. او بصوا باخده ازاي زي ما هو متلج كده، واقفل الكيس بتاعي تاني واشيله في الفريزر واطلع منه الهواء. في حله على النار هنعمل رز بالبسله بالبتاع ده، بالفلفل الالوان بالجزر بالذره. وجبه مغذيه جدا جدا. هقدم جنبه ايه؟ عندي صدر فراخ، الريشه والله كام ريشه كده، لان خلاص كده بشطب. والنهارده الفيديو هيتكلم عن ازاي ان احنا ننظم يعني بيتنا ومطبخنا، ونستعد للمشتريات اللي احنا هنشتريها. فحله على النار حطيت معلقه من السمنه، هنزل عليها كل انواع الخضار، وهنزل عليها شويه من الفلفل الالوان. ممكن تضيفوا زيتون، ممكن تضيفوا مشروم، ممكن تضيفوا شويه لحمه مفرومه. يعني الوجبة دي لو انتوا اضفتوا عليها شوية لحمة مفرومة كده متعصجة، او تعصجوها مع الخضار كده، وشوية من البصل. انا الصراحة ما كانش كمان عندي بصل، خلاص انا كده اصلي في اخر الشهر خلاص بالنسبة لي انا يعني. معلقة من بهارات البرياني، ممكن تحطوا اي نوع بهارات عندكم. ممكن تحطوا كركم اصفر، تحطوا معلقه من المرقه الفوريه اللي احنا عاملينها مع بعض. شايفين؟ بندبله بس كده، ونبتدي ننزل عليه الرز المصري العادي خالص، ونحط له ميه ونسيبه على النار هاديه يستوي عادي خالص. هيبقى وجبه مغذيه جدا. لو حطيتوا فيه لحمه او حطيتوا فيه شويه دجاج هيبقى زي الفل. بس انا الصراحه عشان عامله الفراخ بره عشان انا اقدر اكل منه، لو انت بقى عامله نظام غذائي فانت هتاخدي 3 معالق منه، في الرز وفي البسله وفي كل حاجه، وجنبه طبق سلطه وخلاص. تمام. ممكن تحطي جنبه بيضه مسلوقه لو انت ما عندكيش بروتين، لحمه او فراخ. ممكن تحطي جنبه مشروم زي ما بقولك. طيب هنبتدي نسقيه كده بالميه، ونحطه على نار هاديه خالص لغايه ما يستوي. هنقله على النار كده واسيبه لغايه ما يستوي. فيديو النهارده بيتكلم في موضوع مهم قوي، بيتكلم في ان احنا ازاي لما نيجي نازلين نشتري مشتريات الشهر ايه اللي المفروض نعمله. طبعا لو انت بتشتري مشتريات بالشهر او بالاسبوع او ايا كان اللي بتشتريه، لو بتحسي ان انت دايما لما بتجيبي المشتريات بتاعتك ان البيت بتدخل فيه كركبه وبتبقى فيه اكياس وبتنسي الحاجات اللي انت بتشتريها، يبقى الفيديو ده مخصوص ليكي. هقولك ازاي تجهزي بيتك صح قبل اي مشوار للمشتريات الشهرية او الاسبوعية، علشان كل حاجة تدخل في مكانها على طول، توفر لك وقت ومجهود وفلوس. ازاي بتوفر لك وقت؟ لان انت بتيجي هقولك الخطوات اللي هتعمليها دلوقتي فهتوفري وقت. اما بالنسبه للفلوس فانت لما بتكتبي ورقه وقلم فبتجيبي اللي انت عايزاه بس. تمام، مش بتجيبي حاجه ازيد من كده. الرف ده انا حاطه فيه علب كده فيها شويه حاجات كده. ده مش خروب الصراحه، ده كركديه. وهنا دي الشوكليت شيبس كده اللي انا بستخدمها في الوصفات، بجيبها دارك من عند خليل الحلواني. وهنا في شويه حبهان. العلبه دي هرفعها بقى فوق. والعلبه دي فيها كاكاو، وهنا كان في شمر. والعلب التانية فاضيه ممكن احط فيهم اي حاجه انا عايزاها. والعلبه الاخيره دي شوفوا العلب منظمه ازاي يا جماعه. ده السمسم، بجيبه كده بحط معاه معلقه، وبحط معاه ورق لورا علشان ما يجرالوش اي حاجه ولا يبوظ. شايفينه اهو. واي معيار كده اعاير بيه بينفعني في وصفات كتير جدا، سواء هعمل منه طحينه، سواء هحطه على وصفه، سواء هحطه على الفلافل وهكذا. العلب دي كنت جايبه كميه صغيره كده من جوز الهند والزبيب، فهنقلهم في علب بقى الجوز هند والزبيب. انا عامله علبتين، وقلت اشتري برضو شويه كمان صغيرين كده املى العلب بتاعتي، بينفع برضو في الوصفات. تمام.
طيب اول حاجه بنعملها ان احنا بنفضي الدواليب بتاعتنا اللي فيها الخزين بتاع البيت، اللي هي فيها ايه، اللي هي فيها مثلا البقوليات، اللي هي فيها الرز، المكرونه، اللي هي فيها الفول، الفلافل، الزبيب، الكاكاو، البهارات. بنفضي كل الادراج بتاعه المطبخ ونبتدي نبص كده ايه اللي احنا محتاجينه. ده بيكنج باودر، فهكتب ان انا عايزه بيكنج باودر وفانيليا، ولقيت عندي ما عنديش فانيليا. وده شويه سكر بودره كده هحطهم مع علبه السكر البودره. الدور اللي فوق حاطه فيه علب عندي مش محتاجاها يعني دلوقتي، والدور اللي تحته فيه الكبه بتاعتي فريش، وفيه العلب اللي انتوا حضراتكم شفتوني وانا بنضفها دلوقتي، والجرانولا والحاجات اللي زي كده. تحت الميكروويف على طول على نفس الصف في برضو بقيه البقوليات والرز والمكرونه، انا عاملاهم على صف واحد جنب التلاجة عشان يبقوا بعيد عن الحر. القاعدة الأساسية بتقول إن احنا نكتب قائمة بالمشتريات بذكاء. ازاي؟ يعني انا دلوقتي هكلمكم عنها وهكتبها في نهايه الفيديو معاكم. ان احنا لما نيجي نكتب القائمه نشوف الاول احنا ناويين نشتري ايه. دي علبه الرز على فكره، هل احنا هنشتري مشتريات بالاسبوع، ولا هنشتريها كل 10 ايام، ولا هنشتريها بالشهر؟ فنكتب على اساسه القائمه بتاعتنا. لو بتشتري من اكتر من مكان، هتبتدي تدخلي تشوفي العروض في كل الاماكن اللي هي عامله عروض على المنتجات، وتبتدي لو هتشتري من اكتر من مكان تبتدي تكتبيهم وتكتبي مقارنه بالاسعار. بس خلي بالك من حاجه مهمه قوي وانت بتعملي الموضوع ده. لو الحاجات بعيده عن بعض وانت ما عندكيش وسيله مواصلات، فهتركبي مواصلات فيبقى نفس التكلفه. احسبيها بالشكل ده علشان تقدري تظبطيها صح. يعني مش مثلا تقولي هروح اجيب الرز من حته بعيده فهركب لها مثلا مواصلات ب20 جنيه، 10 رايح و10 جاي مثلا، فيبقى كده انت ايه، صرفتي اكتر. وخاصه اخواتنا اللي عايشين في القاهره طبعا المواصلات عندهم غاليه جدا، فيبقى انت صرفتي اكتر من لو انت هتجيبي من حته قريبه منك. انا الصراحه اقول لكم اللي انا بعمله علشان انا جربت كل الطرق اللي انا ممكن اعملها. انا الصراحه بعمل حاجه تانية خالص، انا بروح مكان واحد بس اجيب كل الحاجات الاساسيه التقايل، وبيكون هو عنده الدليفري، والدليفري بيكون ب20 جنيه ب25 جنيه، فبيجمع حاجات كتير انا عايزاها في وقت واحد. طيب قبل ما ننزل لازم نجهز المكان اللي هنخزن فيه المشتريات. يعني احط مثلا الريسبشن مثلا هتحطي تفضي ترابيزه، او المطبخ هتفضي رخامه، وافضل لا ان هو يبقى بعيد عن المطبخ عشان انت ايه تسحبي من بره وتدخلي ايه على جوه. هحضر العلب والاكياس بتاعه التفريز والماركر والاقلام والسوليتيب زي ما حضراتكم بتشوفوا معايا. هحضر التلاجة، وده مهم جدا، التلاجة والفريزر لازم يتحضروا قبل ما انزل اشتري مشتريات جديدة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هتتفضى كلها على فكرة، فصل الكهرباء هتتفضى كلها وتتغسل. وابتدي اشوف بقى انا ممكن اعمل ايه. انا محتاجه ده، لا ده انا لقيت الصلصه عندي لسه جايبه برطمان صلصه، فخلاص مش عايزه صلصه. لقيت لا ده انا محتاجه صلصه. زبده فول السوداني خلصت فهيبقى اجيب زبده فول سوداني. الطحينه قربت تخلص فيبقى هجيب طحينه، وهكذا. بتكتبي كل حاجه انت عايزاها وبتبتدي تنزلي على اساسها تشتري الحاجات. اما بالنسبه لتنظيف التلاجة فاحنا بنعمله بالمره كل شهر، بس انا ما بعملوش كل شهر طبعا، بعمله كل اسبوع. بس الشهري ده بتبقى قصة تانية، لان انا بقى ايه ببص بقى على البهارات، على الحاجات اللي في الفريزر، اللحوم. يعني النهارده كان عندي بقيه اللي بقول لكم الريش دي، فرحت عاملاها بتاعت الفراخ، فرحت عاملاها ايه في وصفه. تمام. هنغسل التلاجة بتاعتنا بميه، وعادي اي مسحوق بتستخدميه، وفير اي حاجه. وتبتدي تحضري الاقلام بتاعتك، الكيس اللي هي هتفرزي فيها القلم اللي هتكتبي بيه. لو عندك ميزان هتحضري الميزان لو هتوزني الحاجات. الاكياس الصغيره لو انت عندك اكتر من حاجه هتفرزيها. واخده بالك ازاي؟ فده مهم جدا جدا قبل الشهر. ساعات بننسى الكلام ده وما بنجهزش الاماكن اللي احنا هنفرز فيها. التلاجة والفريزر لازم يكونوا متجهزين ونضاف وما فيهمش اي حاجه ملهمش لازمه. اليوم اللي انا بنزل اشتري فيه المشتريات هو اليوم اللي بناكل فيه بواقي التلاجة علشان نلم الدنيا وندخل حاجات على نظافه. التنظيم قبل ما نشتري مشتريات الشهر بيوفر علينا تعب كبير بعد كده. جربي تعملي الخطوات دي معايا كده وهتحسي بالفرق الكبير في ميزانيتك وفي مودك. لان انت لو جيتي بشيل ولقيتي المطبخ مكركب هيبقى كركبه فوق كركبه. انا اعرف ناس للاسف بتسيب المشتريات باليومين والتلاتة في اكياسها بره، ده غلط جدا، خاصة ان الدنيا حر.
تمام. طيب دلوقتي احنا هنبتدي نشوف العلب بتاعتنا. دي بطاطس مسلوقه، ده ايه؟ دي جبنه بيضه، خلاص تمام مفيش مشكله. دي ايه مثلا؟ ده طحينه، تمام مفيش مشكله. هبتدي افضي كله واعمله في البيت، واشوفه ايه اللي انا محتاجاه ان انا اشيله. الفلفل ده هشيله في كيس، مش النهارده وقت ان انا افرم، انا عايزه افرمه بس مش النهارده الوقت. ليه؟ لان انا النهارده عايزه افضي التلاجة واخلص الدواليب بتاعه البهارات، واخلص كمان دواليب الخزين اللي فيها المكرونه والحاجات اللي زي كده. فمش عايزه، ما عنديش وقت، وهعمل الغدا وعندي الحاجات الاساسيه اللي بعملها كل يوم، الغساله والغسيل والكلام ده غير شغلي لو انتي بتشتغلي، فلا يبقى ما فيش وقت للكلام ده. تمام. يبقى اول حاجة ان احنا بنعمل الدواليب وبنشوفها. نمرة 2 ان احنا بننظف التلاجة ونبص عليها ونكتب كل اللي احنا محتاجينه بالورقة والقلم. نمرة 3 بكتب قائمة المشتريات الذكية. طيب دلوقتي انا طبعا بقى الحاجات اللي هي بتكون موجودة في علب كبيرة بنقلها في علب اصغر، عشان مساحة الهواء اللي هي موجودة في العلبة بتخلي الاكل يبوظ. دي كانت بليلة، فانا كده ايه، عندي كمان كيسين بليلة في الفريزر لسه عاملاها، فانا مش محتاجة ان انا اشتري غلة او بليلة. تمام. لا يعني مش مهم. طب انا هعمل ايه الشهر ده؟ هنا التلاجة بصوا اتوضبت ازاي، بقت نظيفة ما فيهاش اي حاجة خلاص، وجاهزة لاستقبال الايه الحاجات اللي ايه اللي احنا هنشتريها من اول وجديد. طبعا طلع مواعين كتير وعلب كتير لان انا بفضي الكبير في الصغير. هنبتدي نغسلها. تعالوا ندردش بقى في موضوع المشتريات وانهي ميزانيه حلوه. بصوا ميزانيه ال10 ايام ممتازه جدا جدا جدا، وميزانيه الاسبوع انا هجربها الشهر ده. يعني انا بقالي كام مره بعمل ميزانيه ال10 ايام، صح كده؟ الشهر ده انا هعمل ميزانيه الاسبوع وهنشوف هنعمل فيها ايه وهنتصرف ازاي. طيب هل هي ناجحه ولا مش ناجحه؟ خلينا بعد ما نخلص الشهر كله اقول لكم التجربه اذا كانت ناجحه ولا مش ناجحه، زي ما اتعودتوا حضراتكم معايا. انا عارفه في ناس كتير قوي هتقول لي طيب ما هم احنا بنحب يبقى عندنا خير كده في البيت كتير وما يبقاش كل ما نعوز حاجه نشتريها. عندك حق، بس في حاجات انا في حاجات عندي اساسيات كده. الحاجات الاساسيه دي انا بشتريها بالشهر، زي الصابون بتاع الغساله، زي عفوا زي صابون الاطباق. زي مثلا ايه، انا هشتري مثلا لحمه من حته بعيده شويه فاجيب اللحوم بالشهر، وهكذا. لكن في حاجات بشتريها طازه بطازه زي الخضار، الرز، الحاجات دي عادي مفيش مشكله خالص ان انت تشتري كل 10 ايام او كل اسبوعين. طب لو انت ميزانيتك مضغوطه ومش عارفه تمسكيها او بتبوظيها او بتصرفي كتير، يبقى انصحك بالميزانيه الاسبوعيه. صدق عارفه ليه بقى؟ لان انت لو انت مسكتي الميزانيه بالشهر هتنزلي تجيبي كل اللي انت محتاجاه، هتلاقي نفسك بقيه الشهر قاعده معكيش ولا مليم. فلو انت من الناس المسرفه اللي ما بتعرفش تمسك نفسها، اشتري بالاسبوع احسن لك، على قدك واحده واحده. ولو انت مزنوقه ماديا يبقى الميزانيه برضو الاسبوعيه حلوه جدا. جبت بقى اخر خطوه في يومنا النهارده، ان احنا بنجيب ورقه وقلم ونبتدي نكتب اللي احنا عايزينه. فانا مثلا لو انا الاسبوع ده همشي بالاسبوع، هقول لكم وانا بكتب كده ايه: خزين البيت في الاسبوع 2 كيلو رز بالنسبه ل4 افراد، المكرونه كيلو في حدود ال35 جنيه، الدقيق كيلو في حدود ال25 جنيه، الشاي علبة كده باكيتات في حدود ال25 جنيه، القهوة ومشروبات تانية في حدود ال50 جنيه، أو في حدود سوري ال100 جنيه، لأن القهوة غالية ومش بتقعد أسبوع بس، فهجيبها فترة أكتر من أسبوع. الجبن في حدود ال150 جنيه. طيب انا عارفه ان في ناس هتقول الجبن كتير قوي، لا، اصل انا بلاقي حد يقول لك ايه، ربع جبنه قريش، وتقول لك قاعد معايا الشهر كله. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ مثلا تقول لك انا هجيب 10 بيضات. طيب دول هيقعدوا معاك الشهر كله؟ لا طبعا. فيبقى الجبن 100 ل150 جنيه، البيض 10 ب50 جنيه، اللبن 2 كيلو في الاسبوع ب80 جنيه، اللوبيا والفاصوليا البيضاء والحمص والكلام ده في حدود ال100 جنيه. تجيبي رباع تجيبي ب10 جنيه، تجيبي ب20 جنيه، فضل معاكي يبقى حلو قوي تجيبي بيهم البيكنج باودر والفانيليا. نيجي للمنظفات. انا عملت معاكم اللي هو بتاع الغسيل اطباق زي الفل، وعندي لما نيجي نستعرض المشتريات بقى هبقى اوريه لكم، فانا مش هعمل تاني. عندي بتاع الاوتوماتيك بحاله ولسه عاملاه معاكم، فانا مش هعمل تاني. وعندي بتاع الغسيل اليدوي. طيب علشان اوفر لنفسي الشهور الجايه هعمل ايه؟ هشتري كيس من خلطه الاوتوماتيك، خلاص اشيله ما استخدموش دلوقتي. والشهر اللي فات عملت نفس الحكايه، جبت كيس من بتاع الاطباق وشيلته على جنب. ليه بقى؟
علشان لما الشهر الجاي اكون مضغوطه او كده او ما معيش فلوس اطلع الكيس واحضره ويبقى عملت المسحوق بتاعي. هنشتري كلور خام ب10 جنيه، وهنشتري في اول اسبوع معجون سنان ب25 جنيه. الاسبوع اللي بعده ممكن تشتروا شاور بتاع الايدين، احنا برضو عاملينه في البيت، فلو انت مش عاملاه اعملي لك حسبة 150 جنيه، جيبي الكياس دي وهقول لكم الفكرة ايه يوم اما اعمل فيديو خاص بالموضوع ده. تمام. نيجي للخضار، انا قلت 3 كيلو طماطم، وخيار كيلو في حدود 20 جنيه، بصل كيلو او زيادة في حدود 20 جنيه، بطاطس ب20 جنيه، نوعين خضار ب30 جنيه، فلفل الوان واخضر ب25 جنيه، والفاكهة ب70 جنيه. نيجي للدجاج واللحمة والسمك، هنجيب كيلو سمك، وبانيه هنجيب حوالي ب150 جنيه، يعني ازيد من النص، ويعني هنجيب صدور مثلا نص واوراق، وهنجيب لحمه نص كيلو في حدود 200 جنيه. يبقى الحسبه كلها تقريبا، يعني لو انا مش غلطانه 1250 او كده. بالسمك تبقى 1350 تقريبا، وهحسبها برضو واكتبها لكم على الفيديو بعد ما اخلص الحسبه بتاعتي. طيب احنا كده تقريبا اشترينا الحاجات الاساسيه اللي تكفينا اسبوع وزياده. زي ايه مثلا؟ المشروبات هتكفينا اكتر من اسبوع، المساحيق الاوتوماتيك هتكفينا طبعا اكتر من اسبوع، الرز ممكن ما تستهلكيش ل2 كيلو، وهكذا. تيجي الاسبوع الجاي تغيري خالص بقى، ممكن تجيبي كيلو رز ابيض وكيلو رز بسمتي، يبقى انت كده ايه نوعتي. فاهمه قصدي ازاي؟ فخليني اجرب معاكم وهقول لكم بعد نهايه الشهر هل الموضوع اللي هو بالاسبوع عجبني ولا ما عجبنيش. هو مرهق في النزول والطلوع؟ ابدا مش مرهق ولا حاجة. انت هتنزلي يوم من واحد في الاسبوع تشتري حاجتك، وهتبقي بتروحي سوق من الاسواق اللي هي الكبيرة، سوق مثلا باكوس، سوق كليوباترا، سوق كامب شيزار، سوق بقى اللي جنبكم في القاهرة. فهتنزلي تشتري منه اللحوم والفراخ والسمك والرز والمكرونة، تشتري كله مع الخضار والفاكهة بتاعك وخلاص، وتقعدي بقى. فهمتي قصدي ازاي؟ مش متعب يا جماعه. طيب دلوقتي انا حطيت اللي بقول لكم كام ريشه والله كانوا عندي. حطيت شويه من الزعتر، الفلفل الحار، بصل بودر، توم بودر، رشه من الجنزبيل، ورشه من البابريكا الحمراء. وهشوح الفراخ بتاعتي كده في الطاسه، وعملت الرز اللي بالبسله المغذي ده، وبقت وجبه تكفي فردين. كل واحد هياخد شويه من الفراخ دي مع الرز اللي بالبسله بالجزر، وطبق سلطه جنبه، يبقى وجبه متكامله. وحطينا عليه الفلفل اللي احنا كنا مفرزينه، فبقت وجبه متكامله من كل النواحي. بعدها بساعه كده تقدمي للولاد فاكهه، تقدمي لهم جيلي، تقدمي لهم حاجه زي كده، فيبقى زي الفل. انت كده تمام التمام، مفيش مشاكل خالص، وان شاء الله تبقي عملتي وجبات اللي هي مطلوبه منك. وبرده اكلوا حاجه مغذيه بحاجه بسيطه قوي من الفراخ، يعني دول مش مكملين 200 جرام على فكره، بس مع الرز مع كده بقت وجبة ايه كويسة. يبقى اول حاجة هتفرزي بيتك كويس جدا، تاني حاجة هتنضفي تلاجتك والديب فريزر. واديني قدمت الرز اهو يا جماعة مع الفراخ وشوية بطاطس، ان شاء الله هعملها معاكم الفيديو الجاي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك ضروري. اشوفكم فيديو جديد، سلام.